تزامنا وبداية العد التنازلي لافتتاح موسم الاصطياف بولاية النعامة، نظمت مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع ديوان المركب المتعدد الرياضات تربصا تكوينيا لفائدة منشطي السباحة والإسعافات الأولية. العملية التكوينية اللي اندرجت في إطار برنامج مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع ديوان مركب متعدد الرياضات. هذه المرحلة الثانية من التكوين اللي انطلقت على مستوى مسبح تيوت. اليوم رانا في مسبح الشبه الأولمبي. تنظم دورة تكوينية لمنشطي السباحة أطفالنا خلال موسم الاصطياف وممارسة السباحة على مستوى بلدية الولاية. تربص تكويني بين منهجية النظري والتطبيقي بإشراف من إطارات متخصصة وحضور للجمعيات والنوادي الشركة وطلاب الجامعات يؤكد على مدى الاهتمام الذي يوليه قطاع الشباب والرياضة بولاية النعامة على الاهتمام بكافة مرتادي المسابح والمحافظة على سلامتهم. أولا على تغطية هذه العملية التكوينية التي تندرج في إطار برنامج مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع ديوان مركب متعدد الرياضة في شقه التكويني، وهذا حرصا منا على تحضير الجيد لموسم الاصطياف. على كل حال عملية تهيئة المسابح رايحة تبدأ إن شاء الله بعد استكمال الإجراءات اللي وجدتها متوقفة. الحمد لله بفضل الله تم إعادة انطلاق هذا الإجراءات. هذه الدورة الثانية بعد الدورة في بلدية تيوت اللي مست شباب بلدية تيوت من أجل التكفل بالشباب وأطفال بلدية تيوت. هذه الدورة الثانية راح مست بلدية مشرية البيوت عين بخليل وبن عمار إن شاء الله. السباح تعتبر المتنزه والمتنفس الوحيد لجميع شرائح المجتمع، وتعرفوا كما يعرفوا الناس كاع من المسابح. عندنا دخل هائل للمسابح. هذا الدخل دائما يصرف في حوادث خسائر ماديه وحتى بشريه لا قدر الله. لهذا تأتي مديرية الشباب والرياضه بالتعاون مع اطارات ديوان مركب متعدد الرياضات بتخصيص بتنظيم هذا اليوم التكويني لفائده حراس المسابح من اجل تغطيه جميع مسابح ولايه النعامه. جينا نشاركوا اليوم في هذا اليوم التكويني للحراس السباحه تحت اشراف الشبيبه والرياضه، وراح يتم التأطير والتكوين تحت اشراف الاستاذ احمد عتبار. نتمنى ان شاء الله يكون يوم تكويني يكون مليح للجميع ان شاء الله.